السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الأول. اليوم سنتعلم كيفية استخدام كام ستوديو. كام ستوديو هو عبارة عن برنامج يمكننا من تسجيل فيديو بدون الحاجة لكاميرا الويب أو كاميرا الفيديو. في هذا الدرس سنتعلم كيفية التحميل من محرك البحث، وثانيا نتعرف على محتوى، وثالثا كيفية العمل به. الإشارة: هناك العديد من البرامج تقوم بنفس الدور كهذه، لكن يستحسن استعمال كام ستوديو لأنه سهل الاستعمال ومجاني وفعاليته كبيرة في التسجيل. لتحميل كام ستوديو نذهب إلى محرك البحث جوجل، نكتب camstudio.org، يظهر على هذا الشكل الموقع الذي سنقوم منه بتحميل كام ستوديو. نضغط هنا ونتبع الإرشادات لتحميله بشكل كامل، ويمكنكم اختيار اللغة الفرنسية أو الإنجليزية كما تشاءون، يكفي البحث عن اللغة. الانتهاء من التحميل يظهر على الحاسوب في هذه المنطقة كام ستوديو. عند الانتهاء من التحميل يظهر هنا، نقوم بالضغط عليه ويظهر على هذا الشكل. الآن سنتعرف على محتوى كام ستوديو. هذه النقطة الحمراء تعني بداية التسجيل. هذا الزر يعني إيقاف مؤقت، وهذا الزر يعني إيقاف شامل أي كامل. هذا الزر لتصغيره أو تكبيره. هذا الزر سنتكلم عليه بعد قليل. نكمل هنا نفس enregistrer stop pause، نفس الأشياء التي رأيناها. هنا région fixe plein écran. إذا أردتم تسجيل منطقة محدودة يمكنكم الضغط على région. أما إذا أردتم تسجيل الشاشة بأكملها، أي نافذة الحاسوب بأكملها، يمكنكم الضغط هنا. إذن سنتعرف على هذا الزر، نضغط عليه تظهر هذه النافذة، وهناك مجموعة متعددة من النماذج لكتابة النص. أعطيك مثلا هذا الشكل لكتابة النص ودمجها مع الفيديو الذي سنقوم بتسجيله. مجموعة متعددة من الأشكال. سنختار واحدة للتوضيح فقط. سنقوم بغلق الجميع. نأخذ هذه، نضغط على اليمين تظهر لنا هذه النافذة، وهنا نأتي هنا نضغط، وهنا يمكننا تكبير النموذج بهذا الشكل، وكذلك تكبير المقطع الذي سنقوم بكتابته هكذا. نغلق هذه. هنا يمكننا كتابة النص، تظهر لنا هذه النافذة، ويمكن كتابة النص. هنا يمكن تبديل اللون
طريقة الكتابة هذه هنا تختارون رقيق غليظ، وهنا تكبير ما كتبناه بهذا الشكل. هنا تجدون اللغات العربية وغوب كما تشاءون. اوكي، نقوم بغلق هذه. بعدها سنقوم بتسجيله هنا لكي يظهر مع الفيديو أو المنطقة المحدودة مع الفيديو. نضغط هنا، قمنا بتسجيله، نقوم بغلقه وسنجده في هذا المكان هنا. الآن سأريكم كيفية العمل بكام ستوديو. سنقوم بالتسجيل، نقوم باختيار ريجيون فيكس، نضغط هنا، يأتي هذا المستطيل ويمكننا تحديد المنطقة التي يمكن أن نقوم بتسجيلها. نضغط هنا ويأتي تأتي هذه الزوايا الأربع بالأخضر، أي نقوم بتسجيل هذه المنطقة فقط. نقوم الآن بوضع النص أو الكلمة التي قمنا بتسجيلها وإكمال التسجيل. عند الانتهاء من التسجيل تظهر هذه النافذة. يكفي أن نضع اسما لما قمنا بتسجيله. يظهر مباشرة في بلاير، ويمكننا قراءة ما قمنا بتسجيله أو رؤية ما قمنا بتسجيله. انتهينا من هذا الدرس. هناك أشياء أخرى سنتعرف عليها في الدرس المقبل، كيفية العمل بالصوت مع الصورة وبتقنية أفضل وبالقيام بإخراج أفضل. شكرا على متابعتكم، ولا تنسوا التسجيل في القناة، وإلى اللقاء والسلام عليكم.